السلام عليكم متتبعي الكرام، كنتمنى دائما وابدا اطلالتي عليكم تلقاكم باحسن حال وصحه وسلامه يا رب. اليوم ان شاء الله غنقترح لكم كما كتشوفوا هاد البطاطس في الفرن على الطريقه التركيه، كتجي اكثر من رائعه لا في الشكل ولا مذاقا، كيعشقها الصغير والكبير. فخليكم معايا نكتشفوا جميع المقادير وطريقه تحضير هاد الوصفه. في المقادير كنحتاج 3 الحبات ديال البطاطس، من الاحسن كيكونوا حجم كبير مغسولين ومسوحين مزيان. كنحتاج كميه من الجبن، انا استعملت الاحمر، معلقه الزبده، القليل من الابزار والملح. كنحتاج كذلك 3 ديال القطع ديال الجبن مثلثات او مربعات. كنحتاج كذلك كميه من الشاركوتري. ودابا غندوزو للطريقه. فاول حاجه غندير غنخلط هاد المعلقه الزبده اللي عندي مع القليل من الملح والابزار، نخلطو مزيان حتى نحصل على واحد العجين على شكل بوماد. ناخذ البطاطا ديالي وندهنها كلها بالزبده اللي عندي على هاد الشكل، وندخل البطاطا ديالي الفران اللي سخون على 200 درجه لمده ساعه حتى لساعه وربع على حساب الفران، وكل مره نقلبها هكا بالسكين حتى تطيب معايا ونطفي عليها. فانا هنا البطاطا ديالي خدات تقريبا ساعه وربع صافي. فالبطاطا هنا ديالي طابت، انا طفيت عليها. فغنخليها على جنب وهي سخونه هكا. نحاول كل حبه ديال البطاطا غنلويها هكا فواحد القليل من ورق الالومنيوم فقط، لان القشره ديالي ناشفه حيت دهنتها من قبل بالزبده. ولكن هذيك المرحله مهمه باش ديك الزبده والابزار ومليحه كتعطي واحد لوغو للداخل ديال البطاطا احسن. فغنغلفها كامل هكا وهي سخونه باش يرجع فيها الفوار ديالها وترطب معايا من بعد وتجيني سهله في الخدمه صافي. فغناخد كل حبه ديال البطاطا نحاول نحلها هكا من الوسط، ما نوصلش حتى الاخر تحت ديالها، وما نوصلش للجوانب باش ما هكا تفرش معايا بطاطا، تبقى مجموعه هكا على هذا الشكل كما كتشوفوا. هذا الالومنيوم كيعاون هكا البطاطا باش كتبقى مجموعه، وكيتقدم بها يعني الوصفه الاصليه الايطالي التركيه كيتقدم هكا يعني بالبابي الومنيوم، فما تحيدوهلاش من بعد. صافي. ودابا غناخد القليل من الملح والابزار والزعتر، غنحاول نخلط الكل. غناخد كل حبه ديال البطاطا وهكا بالسكين غنحاول نقطعها من داخل على هذا الشكل باش تجيني من بعد في الاكل سهله. وغنرشها بالقليل من هذا الخليط اللي هو مليحه والابزار والزعتر من الجوانب بجوج طبعا ديال البطاطا صافي. كل حبه غندير فيها هذه القطعه ديال الجبن المثلثات، وندهنو كامل داخل البطاطا. دائما العمليه والبطاطا سخونه. من بعد نخلط هذا الجبن اللي عندي مع الشاركوتري، ونعمر الداخل ديال البطاطا مزيان مزيان على هذا الشكل حتى كنوزع الكميه كامله اللي عندي. فعمروها مزيان يعني تجي هكا محلوله عامره. ودابا نحاول نجمعها هكا، نجمع على الجوانب وندخلها الفران فقط يذوب معنا الفرماج واحد 3 ديال الدقائق.
ونرجع معكم. فمن بعد ما داب معنا الفرماج فهي كتجي بطاطا على هذا الشكل، كتجي رائعه. دابا غندوز للتقديم. ممكن طبعا تقدموها في اطباق فرديه، لكم الاختيار. غنضيف لها فقط القليل من صلصه الكيتشوب، طبعا اختياريه اللي كيبغيها. هذا هو الشكل ديالها، كتجي رائعه صدقوني. دابا غنوري لكم كيفاش كتجي من الداخل. فكتجي رائعه، فكنتمنى تجربوها، والى فيديو قادم باذن الله.